السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا جماعه عايزه اكلمكم عن غسول اللي مظبط لي بشرتي وبسيبه وبرجع له تاني بكثفتي. ايه رايكم؟ بصوا يا جماعه، الغسول ده اللي هو جرنيه، اللي هو دلوقتي كل ما عادش حد بيستعمله، كل يعني اتكبر عليه زي ما بيقولوا كده. جماعه اقسم بالله الغسول ده انا بسيبه من كتر كلام البلوجرات الغسولات التانيه والبراندات التانيه والكلام ده. خلاص خلوني حسيت ان هو مش هيعمل حاجه لانه سعره قليل والكلام ده وسعره بسيط. فقلت لا يعني خلاص انا ابقى زي الناس واروح اشتري حاجات تانيه. وفعلا رحت اشتريت حاجات تانيه. جماعه انا والله بلف فعلا وبرجع له. الغسول ده جبار جبار في الصيف بالذات. في الشتاء انا دخلت معاه غسول تاني، روحوا شوفوا الفيديو اللي هو بتاع افريكانا، لانه هو بينشف جدا في الشتاء. تمام، انا مقتنعه معاكم في الحته دي. لكن يا جماعه ده الغسول الوحيد اللي بينضف لي بشرتي بعمق. واحد، بيلمع بشرتي. اتنين، بيشيل اي زيوت او رؤوس بيضاء او رؤوس سوداء. تلاته، بينور بشرتي. اربعه، بيوحد بشرتي والاماكن دي. خمسه، ده غير سعره يا جماعه. وعشان ب 90 جنيه يا جماعه هنقول عليه وحش؟ يعني لازم الحاجه تعدي 300 و400 جنيه عشان نقول عليها حلوه؟ لا خالص. بجد يا جماعه مش كل غالي حلو، مش كل رخيص بجد وحش. يا جماعه ارجعوا كده استعملوا الحاجات اللي احنا كنا حابينها زمان ومقتنعين بيها وعارفين ان هي كويسه وحاسين ان هي كويسه وكنا مقتنعين بيها. مش معنى ان كل ما يطلع حاجه جديده نرمي القديم. يا جماعه انا استعملت حاجات كتيره جدا جدا ورجعت له تاني، وعلى طول برجع له. يعني على طول برجع له. انا سبته مثلا لا يقل عن 15 مره بجد. اسيبه واقول ايه، لا خلاص بقى كفايه كده، بروح استعمل حاجات تانيه. جبت حاجات تانيه، جبت من فيشي، جبت توبي جينت، جبت ستار فيل الازرق والابيض. مفيش حاجه والله العظيم حلوه غير ده. ولكن في الشتاء هو ناشف شويه. دخلت معايا كريم، قصدي غسول من افريكانا للبشره الجافه. ما بينشفش البشره، بيخلي البشره حلوه برده. ولكن ما بقدرش اعتمد عليه 100% لانه ما بينضفش بشرتي 100%. اللي بينضف بشرتي 100% ده. ولكن بعد التنظيف العميق اللي هو بيعمله فبينشف البشره شويه. رطبي بعده لو انت بتحسي بمشكله، رطبي بعده. او اعملي زي ما انا بعمل، بس اعمل ده يوم وده يوم، ده يوم وده يوم، ده يوم وده يوم. خلاص. جماعة بجد عايزين نغير ثقافتنا وعايزين نغير فكرتنا. مش عايزين نجري ورا كل ترند، نجري ورا كل حد يقول ده مش حلو. لا ده شوفوا علوا في الاسعار. كل ما تعلي في السعر كل ما الحاجه جودتها تبقى حلوه. لا مش شرط خالص خالص. انا جبت غسولات بتخش على 500 جنيه. قسما بالله ولا ليها اي باين. فيشي كان ب 700 باين حاجه كده. يعني مش ما مشيش معايا خالص يعني. فيا جماعه الامر ده انا بلف لفتي وارجع له بكثفتي بجد. ده كان السايز ده كان ب 90. في سايز اقل منه ب 60 حاجه كده يعني. هو طبعا انتوا عارفين هو كريمي. وفي طبعا اخوه اللي هو نفس اللاين، جل برضه وبامب كبيره كده بيبقى باين 400 مللي. بس يا جماعه حبيت اقول لكم الكلمتين دول، وخدوا كلامي ثقه شويه وجربوا، ونرجع تاني لحاجاتنا القديمه لحاجاتنا الحلوه.